حكمة حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، بداية نرحب بكم. حقيقة الأمر ما حصل خلال الفترة الماضية ودخول الأزمة السورية في مرحلة جديدة، وفي إطار المبادرة التي قدمت من الجنرال مظلوم عبدي، وكذلك ضمن المبادرات الدولية كان المبادرة الفرنسية والأمريكية، حصل التفاهم كردي، ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية وكمكونات في شمال وشرق سوريا نرحب بهذا التفاهم الذي نحن نراه بأنه هو مقدمة للحل الوطني السوري، وبالتالي التفاهم الكردي يؤدي للتفاهم ضمن القوى الوطنية السورية، بعيدا عن الإشاعات التي أدت حقيقة الأمر من أجل النيل من هذا التفاهم بأنه هو مشروع كردي، بأن الكرد تفاهم لتقاسم المنطقة على حساب المكونات، وهذا أمر حقيقة الأمر هذه هناك أجندة ودول إقليمية واستخبارات عالمية تحاول النيل من هذا التفاهم على أساس أنه مشروع كردي، وخصوصا ما يتعلق بالنسبة هناك 40% للقوى الوحدة الوطنية الكردية و40% للمجلس الوطني الكردي و20% لبقية المكونات. حقيقة الأمر هذا لا يقصد به المكونات إن كان العرب أو السريان أو المكونات الأخرى، إنما للقوى الكردية الأخرى الغير منضوية ضمن هاتين القوتين. فحاولت بعض القوى أن تشوه الحقيقة بأن هذا المشروع هو مشروع كردي، ولكن نحن نراه هو خطوة كما ذكرت، خطوة وطنية من أجل الحل السياسي في سوريا. طبعا على الدول المعادية لهذا الأمر على وجه الخصوص هي تركيا، علما أن المجلس الوطني موجود ضمن الائتلاف وموجود في اسطنبول، الا ان بينت حقيقه الدوله التركيه بانها لا تعادي فريق معين من الكرد او تعادي حزب كما تدعي سابقا، انما تعادي كل المكونات، وعلى وجه الخصوص تعادي الشعب الكردي. ففي السابق كانت تقول الدوله التركيه وتقول بعض الابواق في الداخل السوري بان هؤلاء الموجودين في شمال وشرق سوريا لا يمثلون الكرد بشكل كامل، وعندما حصل التفاهم الكردي مع القوى الكرديه الاخرى ظهرت هذه الإشاعات بأن هناك مشروع كردي. طبعا نحن في مجلس سوريا الديمقراطية نرحب كما ذكرت في هذا التفاهم، وندعو أيضا خلال المرحلة القادمة بمبادرة من مجلس سوريا الديمقراطية ليكون هناك حوار كردي عربي من أجل منع الفتنة بين المكونات على غرار المبادرة التي قدمت من جنرال مظلوم عبدي، وسنعمل خلال المرحلة القادمة لبدء هذا الحوار من أجل قطع الطريق أمام هذه الإشاعات التي تريد أن تخلق الفتنة بين أبناء المنطقة، خصوصا بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية. وحقيقة الأمر الإنجازات التي تحققت في هذه المنطقة هي إنجازات كبيرة، خصوصا ما يتعلق بموسم القمح، حيث استطاعت الإدارة أن تستقبل كميات كبيرة من القمح تجاوز 500 ألف طن بأسعار جيدة تناسب الأسعار العالمية ودول الجوار، كذلك رفع الرواتب، كذلك التفاهم الكردي الذي حصل أيضا، وانضمام الجمعية الوطنية السورية إلى مجلس سوريا الديمقراطية. كل هذه الإنجازات التي تحققت لابد أن يكون لنا أعداء يحاربون هذا المشروع. في السابق كانوا يحاربون كما ذكرت بالقوى العسكرية وداعش، والآن يحاربوننا في الإشاعات. حتى تركيا الآن وصل مع الأمر تحاربنا بالمياه من خلال منعها وصول مياه إلى نهر الفرات ونهر دجلة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلخلة في الوضع الاقتصادي في المنطقة، وأيضا الحرب الخاصة التي تمارسها الدول. وحقيقة الأمر من يتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه المرحلة هي الحكومة السورية. فإذا كانت هناك جدية لدى الحكومة السورية يجب أن تدعم هذا الحوار وبالتالي تطوره إلى حوار وطني. ونحن في مجلس سوريا الديمقراطية نعمل الآن من أجل عقد مؤتمر وطني لقوى المعارضة، وتم تشكيل لجان وسوف يعقد خلال الأشهر القادمة، وبالتالي بعد أن يتم عقد هذا المؤتمر الوطني لقوى المعارضة ندعو لعقد مؤتمر وطني سوري، لأننا ندرك بأن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون حلا وطنيا بعيدا عن الأجندات. لا الأستانا ولا سوتشي ولا جنيف تستطيع أن تقدم شيء، لأنها تحمل مصالح دولية بعيدة عن مصالح الشعب السوري.